فاكر أول مرة اشتريت فيها الحاجة اللي كنت بتحلم بيها، سواء كان موبايل أو كاميرا أو عربية أو حتى وظيفة جديدة؟ تحديدا أول يوم اللمعة في عينك، الحماس، الإحساس إنك أخيرا وصلت. الإحساس ده بيعيش فيك كام يوم أو يمكن كام شهر وبعدين يختفي، والحاجة اللي كانت شغلاك شهور بتتحول لحاجة عادية جدا. طب ليه الإنسان بيزهق بسرعة من أي حاجة كان بيجري وراها بكل طاقته؟ خلينا أرجعك لسنة 1997. العالم وولفرام شولتز نشر دراسة مهمة جدا في مجلة ساينس. وقتها شولتز اكتشف حاجة غيرت فهمنا للدوبامين. هو كان عامل تجربة على القرود، كان بيديهم ضوء معين وبعدها بثواني يديهم المكافآت. المفاجأة ان القرود كانت بتفرز دوبامين مش وقت المكافأة، لكن وقت الإشارة اللي قبلها، يعني وقت التوقع. سنة 2001 العالم روبرت سوبولسكي من جامعة ستانفورد أكد نفس الفكرة وقال إن الدوبامين مش هرمون السعادة زي ما الناس كلها فاكرة، هو هرمون الرغبة. هو اللي يشغلك يخليك تحلم تسعى، بس مش اللي يسعدك لما تحقق الهدف. واللي يسعدك فعلا ده مسؤول عنه هرمونات تانية زي السيروتونين وأوكسيتوسين وإندورفين. يعني باختصار بنعيش على الشغف مش الوصول. خلينا اديلك مثال من الحياة. افتكر أول مرة اشتريت فيها موبايل جديد، كنت فاتح العلبة ومبسوط بيها جدا، عمال تصور بيه وتجرب إمكانياته كلها وتحس إنك ماسك التكنولوجيا كلها في إيدك. بعدها بيوم، بعدها بأسبوع، بعدها بشهر، ويبتدي الحماس يقل بالتدريج لغاية ما يبقى حاجة عادية، والحاجة اللي بعدها برضه نفس الطريقة. طب ليه؟ لأن المخ خلاص رحلة التوقع بتاعته، الهدف بتاعه اتحقق، فالدوبامين هدي ومعاه الحماس بقى عادي. العلم بيسمي الحالة دي التكيف مع المتعة، والفكرة اللي اتكلم عنها العالمان دانيال جيلبرت من هارفارد وتيموثي ويلسون من فيرجينيا، وقالوا ان الانسان عنده قدرة عالية جدا انه يتعود على الحلو وعلى الوحش. عشان كده اول 3 ايام في اي علاقة جديدة بتبقى في اعلى مستوياتها، وبعدها الموضوع بيبتدي ينزل بالتدريج، وبعدها بيبقى اكن عادي خالص. أول شهر في الشغل جديد حماس، وبعدها بفترة قليلة يبتدي الروتين. أو الأسبوع في الجيم أنت عندك قوة وأن أنت عندك إرادة أن أنا هكمل وهبقى بطل، بعدها بشوية بيبتدي الموضوع ينزل لغاية ما يبقى الموضوع عادي خالص. خلينا أديك مثال تاريخي. سنة 2010 اتعملت دراسة على ناس كسبت اليانصيب. الدراسة قالت أن مستوى السعادة عندهم بيرتفع، لكن بعد 6 شهور يرجع نفس مستواه قبل ما كسب. طب ليه؟ التكيف مع المتعة. وهديك مثال من الشغل. لو كنت بتحلم تشتغل مصور مثلا في مكان معين وتحققت، وبعد كام شهر تبتدي تقول نفسي اطور نفسي، نفسي اكبر، نفسي اعمل حاجة تانية، نفسي اعمل حاجة مختلفة، نفسي اوصل. بس في الاخر مش لانك مش ممتن، لكن لان مخك خلى الوضع الجديد هو العادي. واللي بيخلي الموضوع اصعب هو ان الدوبامين بيحب الاحتمالية مش المضمون. يعني المخ يفرز دوبامين اعلى لما تكون مش متأكد هتوصل ولا لا. ده اللي يفسر ليه نفضل نعيد التفكير في هدف جديد بمجرد ما نحقق الحلم القديم. ليه نحب رحلة السعي أكتر من الوصول للهدف نفسه؟ الحل مش إنك تبطل تحلم ولا إنك تمنع نفسك من التطور. الحل إنك تعيش وتستمتع بالطريق، تستمتع بالبحث، بالتخطيط، بالمحاولة، بالمشوار نفسه، وإنك تفتكر إن الوصول نقطة لكن الرحلة هي الحياة نفسها. لأن اللحظة اللي بتحلم فيها هي اللحظة اللي أنت بتعيش فيها فعلا. وده كان كلامنا في آخر الكلام مع خارج الإطار. ما تنسوش لو عجبكم الفيديو دوسوا لايك واشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس. ولو عندكم اقتراحات لفيديوهات ممكن نعملها ياريت تشاركونا في التعليقات.